اول ما كنت امسك مرتبي كنت حاسس ان في عفريت مسك في دماغي وعايز اشتري حاجات كتير جدا. عايز اغير جراب الموبايل، والعربيه فيها معرفش ايه هجيبه، والسماعات بتاعه البيت فيها ايه. بتحاول تدور على اي طريقه تخلص بيها المرتب ده، مع انك قبلها بيومين كنت مزنوق زنقه الكلاب. فضلت فترة طويلة جدا على الوضع ده، يعني من أول ما بدأت حياتي العملية وأنا فيها الخصلة الغريبة دي، وأعتقد في ناس كتير فيها الحكاية دي، بس أنا كانت عندي بزيادة شوية، وكل شهر يجر ورا شهر وشهر يجر ورا شهر. أول ما يبدأ الشهر تلاقي نفسك تمام ومش حاسس بأي أزمات، الفلوس في ايدك وكله تمام. الشهر يبدأ يقرب لآخره، وبالتحديد عند يوم 20 كده تفاجأ ان انت بقى ايه، كنت عايز تاكل في مطعم، لا مش هاكل، انا معيش فلوس. طب كان فين الكلام ده من اول الشهر؟ ما تفهمش الواحد ساعتها بيكون في ايه في دماغه يعني. المهم ان انا ما كنتش بنظم مصروفاتي اصلا خالص، يعني باخد المرتب كده بصرف وما عنديش اي ترتيب لاي حاجه. كان في وقت في شهر معين بلاقي الفلوس كلها خلصت وعليا التزام جامد جدا لازم ادفعه، زي مصاريف مدرسه مثلا، وفجاه ان انا معيش فلوس خالص، وهنا ابدا بقى ايه، اشوف اللي حواليا احاول استلف منهم لان ما عنديش اي مصدر تاني. بس الموضوع ده اتغير تماما لما بدأت أنظم مصروفاتي بمعنى إن أنا لما المرتب يجي، حسب المرتب إيه مش شرط، يعني أنا مش بتكلم على مرتبات كبيرة ولا مرتبات صغيرة، كل واحد وعلى قده. المرتب يجي يتقسم، تبدأ تقسمه حسب المصروفات بتاعتك. أنا بالنسبة لي بقسمه لثلاث حاجات، يعني أنا شفت ناس كتير جدا بتتكلم عن الموضوع ده، في ناس بتقسمه لأربعة وخمسة، بس أنا بقسمه لثلاث حاجات. الحاجة الأولى هي الالتزامات، اللي هي اي فواتير عليك، اي مصروفات لازم تدفع زي مصاريف المدرسه مثلا. يعني بعد كده تيجي المصاريف الاساسيه اللي هي طلبات البيت، بنزين العربيه، المصاريف اللي تبع المدرسه اللي زي الدروس الخصوصيه والحاجات دي. القسم الثالث بقى وهي المصاريف اللي انت ممكن تستغنى عنها، زي مثلا هتغدي الولاد في مطعم، مش معقوله كل يوم هتروحوا تتغدوا في مطعم يعني الطبيعي وفي ظل الظروف اللي احنا فيها دي. الترفيه ده ممكن يبقى مره في الاسبوع، يعني مرة في الأسبوع كافية جدا إن أنت تحصل على الترفيه المطلوب. طبعا قعدت شهور أتخبط، وطبعا بعد ما بدأت أنظم مصروفاتي اتفاجئت بإن في حاجات ما كانش ليها لازمة تتصرف، وفي حاجات كانت ليها أولوية إنها تتصرف، وإن لو بشوية تظبيط للمرتب ده هيكفي لآخر الشهر إن شاء الله. بس هي العملية عملية تظبيط، بس تعرف ايه المطلوب منك اساسي وايه الحاجات اللي انت بتعملها ملهاش لازمة. يعني مثلا مش كل حاجة تبوظ لازم تتصلح في ساعتها، يعني الموبايل وقع على الارض فالسكرينة اتكسرت، مش لازم انزل في يوم هجيب سكرين. انا عارف ان انت عايز تحافظ على الموبايل، بس غصب عنك لازم تلتزم بميزانية شهرية ما تخرجش عنها. اعتبر ان انت ما معكش فلوس، والحمد لله انا واصل لمرحلة دلوقتي ان منظم مصاريفي بطريقة كويسة جدا، يعني مش 100% بس يعني نوعا ما منظم مصروفاتي. لانك عمرك ما هتوصل للمعادلة اللي هي الكاملة، ان انت يعني تنظم مصروفاتك بالشعرة وتبقى عارف بتصرف ايه، لان في حاجات بتطلع اضطرارية. فالتخطيط ومراقبة مصروفاتك اليومية دي حاجة مهمة جدا جدا جدا. اللي ما بيعملهاش ما يجيش يسأل دخله بيروح فين. انا عارف ان انت ممكن يكون دخلك قليل جدا ومش مكفي، بس لو حاولت تنظم وتراقب مصروفاتك ممكن نوعا ما تقدر تظبط نفسك. وبعد المصروفات واللخبطة اللي بتحصل فيها ينقلنا البند تاني كان بيضيع في حياتي، وهو الوقت. انا كنت اقوم من النوم معرفش تخطيط اليوم هيمشي ازاي، بس عارف ان هو هيبقى روتيني. هقوم البس اروح الشغل، اقعد في الشغل اشتغل، اخلص شغلي، ارجع من الشغل مش لاقي حاجة اعملها، اقعد على الكمبيوتر، افر السوشيال ميديا، افضل اتفرج على فيديوهات. طبعا ده الكلام ده زمان زمان قوي الكلام ده، لكن الوقت ده بالنسبه لي ولا فارق معايا خالص. لكن الواحد بقى لما تقدم بيه العمر حس ان في وقت كتير جدا هو ضيعه بصراحه. يعني في حاجات كتير كان ممكن واحد يعملها، بس بسبب ان هو مش بيدير الوقت مظبوط فما عرفش يعملها. يعني مثلا انا زمان كنت رياضي جدا، بحب الرياضه، كان عندي شبه جيم في البيت، عندي الحديد والدمبلز والترابيزه بتاعه البنش كل الكلام ده، وكنت منتظم جدا في الرياضه. عايز اقول لكم انها كانت من اولويات حياتي، يعني كنت اقوم الصبح قبل ما اروح الشغل لازم العب رياضه ساعه كده، اخش اخد دش البس انزل، فكانت الحياه حلوه جدا. ولعلمكم بعد ما اتجوزت وخلفت وسافرت كان الجيم ده بيتنقل معايا، كان معايا في كل بلد بروح، وكنت ملتزم برضو نفس الالتزام. بس جت فتره كده في حياتي حسيت بقفله كده، مش عايز العب رياضه او كسل يعني. كل شويه اقول هلعب بكره، بعده، الاسبوع الجاي، الاسبوع اللي بعده، لحد ما جريت سنين طويله، لدرجه ان انا عايز اقول لكم ان انا بقالي مثلا ما لعبتش رياضه فوق ال 15 سنه من دلوقتي. انتوا متخيلين؟ يعني الواحد جسمه بدأ يتأثر بالسن بسبب ان انا ما كنتش بلعب رياضه ومواظب عليها. فدي برضو حاجه من اللي كان وقتها ضايع وكان نفسي اعملها. ومن نفس الموضوع ده ننط للي بعده، وهو التسويف. انا ملك التسويف، اي حاجه عايز اعملها لازم اسوف فيها، لازم هعملها بكره، هعملها الاسبوع الجاي، طب كمان شويه، طب بعد بكره، طب السنه الجايه. يعني
انا بصراحه بسمي التسويف ده مرض، والله بسميه مرض، لانه بيعطل مراكب السير. اي حاجه عايز تعملها التسويف يوقفها لك. يعني حاجه باظت في العربيه، لا مش هصلحها دلوقتي، لا هصلحها بكره. مره راجع من مشوار بالليل وبنزين العربيه فاضي، واللمبه بتاعت البنزين اللي هو البنزين فاضي عماله تنور بقالها كام يوم. كل شويه اقول ايه، همونها بكره، همونها بكره، طبعا عشان اسعار البنزين. وافضل اسوف في الموضوع واقول بكره وبعده لحد ما العربيه تقف بيا بسبب البنزين. اه والله العظيم. فلو انت عندك مرض التسويف ده اعرف انك لازم تتعالج منه، لانه هيخليك عندك لا مبالاة بالمستقبل. بمعنى ايه؟ ان انت مثلا في حدث لازم يخلص في يومها، حاجة هتتعمل وتخلص في يومها، فانت تسويفك ده بيضيع ان انت تخلصها في يومها. انا مش بتكلم على حاجة محددة، بس انت ممكن تكون مرتب تعمل حاجة والتسويف ده يضيعها لك. يعني مثلا رايح تقدم على شقق الاسكان الجديدة واخر يوم النهارده للتقديم، وانت عمال تسوف، هنزل كمان شوية، هنزل كمان ساعة، طب هشرب شاي وبعدين انزل، وبعدين تنزل البنك قفل وخلاص راح عليك الموضوع. مثال بسيط اهو، يعني انا حاسس انه مثال مش في مكانه بس مش مشكله، يعني هو ده المثال اللي جه في بالي يعني. ودي كانت اول حاجه حاسس انها ضاعت مني في حياتي، اللي هي تخطيط الوقت واداره المصروفات. نخش بقى على خصله من الخصال اللي كانت فيا، بس الحمد لله انا بطلتها، والحمد لله ما بقتش اعملها، وهي الكتمان. مش كل حاجه انت هتعملها تقولها، وحتى لو هتقولها لازم تختار الشخص اللي انت هتقولها له. يعني بخلاف ان الشخص ده ممكن مثلا يغير منك او يحسدك، لا هو ممكن يقول لك قرار يأثر على قراراتك فيخليك تتراجع ويكون الخير في الحاجة اللي انت كنت هتعملها. يعني انا كان فيا عادة كده، يعني مثلا هعمل مشروع صغير اروح اتكلم عليه مع كل اصحابي ومع كل اهلي ومع كل قرايبي، واي حد اشوفه في وشي احكي له عليه، وكان طبعا في الاخر ما بيمشيش، لازم بيقف. ده عن تجربة يعني. فمن احسن العادات اللي انت تتعلمها الكتمان، وهي حاجة مش وحشة، بالعكس. انت لما بتعمل حاجة وبتنجح فيها وبتتكلم عليها بعد النجاح بتلاقي التأثير أحسن بكتير لو كنت بتتكلم عليها قبل النجاح، لأن الناس بتبقى عندها توقع بحاجة معينة ممكن أنت ما تحققهاش. يعني ممكن إن أنت تنجح في حاجة من وجهة نظرك بس الناس مش شايفاها انها نجاح، فبالتالي ده ممكن يأثر عليك ويحسسك ان انت ما نجحتش اصلا. ودايما وانت مقبل على حاجه جديده استند بالحديث اللي هو استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. هو انا بصراحه مش عارف الحديث ده صحيح ولا لا، يعني انا قريت على الانترنت انه بيقول لك قال الهيثمي في مجمع الزوائد عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معاذ بن جبل قال ان رسول الله قال استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. انا مش عارف الحديث ده صحيح ولا مش صحيح، فانتوا قولوا لي في التعليقات. يعني المضمون اي حاجه بتعملها ما تقولهاش لحد، امسك نفسك، مش هيجرى حاجه يعني. ما تعملش زي، امسك نفسك والحاجه دي هتنجح وهتمشي زي ما انت عايز. لكن بمجرد ما تقولها لحد سبحان الله الدنيا بتقف على طول. تالت حاجه بقى، عشان عارف انا طولت عليكم وبرغي كتير، والفيديو ده ارتجالي على فكره، مش كاتب لا سكريبت ولا حاجه، كاتب نقط كده وبتكلم منها على طول. عايز اظهر كل يوم معاكم يعني، مش كل يوم يعني، مش قوي كده يعني. فلو عجبكم النظام ده قولوا لي في الكومنتات. اخر حاجه ودي انا كنت متعلمها من زمان بس مقدارها زاد عندي دلوقتي، وهي مواجهه الفشل. ازاي ان انت لما تفشل في حاجه او تخسر حاجه او حاجه تضيع منك ان انت تمسك نفسك الموضوع ما ياثرش على نفسيتك. يعني انا عايز اقول لكم، ودي حكايه انا اول مره احكيها، يعني على ايام الثانويه. كانت ثانويه عامه سنه واحده بس، وبتختار منها يا اما تكون علمي يا اما تكون ادبي. طبعا علمي بتدرس الفيزياء والكيمياء والبيولوجي والحاجات دي، والادبيه بتدرس الفلسفه والمنطق والجغرافيا والتاريخ والحاجات. كانت الدنيا منفصله عن بعضيها خالص، مش زي دلوقتي يعني. فانا كنت مهمل في المذاكره جدا، وكنت مطنش كده ومش هاممني اي حاجه، فسقطت في السنه دي انا وكذا واحد يعني. وفي الوقت ده كانت الثانويه العامه الجديده اللي هي سنتين، اللي هي تانية ثانوي وثالثه ثانوي مع بعض، كانت لسه بادئ النظام ده هيتطبق من السنه اللي احنا سقطنا فيها دي. فعملوا لنا فصل منفرد وكنا الوحيدين في المدرسه اللي هو الثانويه القديمه، ودي كانت اخر فرصه انك تدخل الجامعه، لانك لو ما عدتش في السنه دي هيرجعوك سنه تانية تاني. كل ده بقى انا ما كنتش حاسس بيه خالص، كان عندي لا مبالاه غريبه في الوقت ده. حسيت ان انا شخص مختلف، وليه انا يحصل فيا كده؟ ليه ما بذاكرش واهتم بدروسي زي ما كل الناس بتعمل؟ وليه ما كنتش حاسس بلحظه الفشل دي قبل ما تحصل؟ مقضي السنه كلها لعب وما بفكرش في الدراسه خالص. في السنه دي حصل لي احباط وما كنتش حتى عايز اكمل دراسه، فكرت ان انا اشوف سكه تانية غير المدرسه وكده. اه والله العظيم كنت حاسس ان انا ضايع، وحاسس ان انا السنه دي برضو هسقط وهرجع سنه تانية ثانوي. ودخلت في دماغي مخاوف انا اللي عملتها من وحي خيالي، ما فكرتش ان انا يبقى عندي الاصرار ان انا انجح. ومن كتر الاحباط والزعل جالي حساسيه في جسمي كده، بقى جسمي كله كده لونه احمر 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 احمر. ده طبعا ده بسبب الزعل، وبقت حياتي ملهاش اي معنى. لحد ما عرفت بعد كده ان الزعل او الحزن هو اسوأ حاجه ممكن تحصل لك في حياتك، وممكن تؤدي بيك لامراض كارثيه. بعدها قررت ان انا اتحدى المرض اللي عندي ده، وفي نفس الوقت اعدي مرحله الثانويه اللي انا سقطت فيها دي.
واخدت الموضوع حياه او موت. وفعلا الحمد لله ربنا كرمني وقدرت اسيطر على المرض ده، وكمان نجحت ودخلت الجامعه. انا عايز اقول لك ان الفشل بيأثر على نفسيتك جدا لدرجه ان هو بيجيب لك المرض. اكتر الامراض العصريه زي الكانسرز والسكر والضغط سببها الزعل. واحد بيكون شغال في وظيفه ومرتاح جدا فيها، وبعدين فجاه سنه يوصل لسن المعاش ويقعدوه في البيت، بيزعل جدا. بص تلاقي شهرين 3 4 كده وبتلاقي الامراض الخبيثه كلها دخلت فيه من الزعل. الزعل هو السبب في الكلام ده. فانت حاول سيطر على نفسك في وقت الزعل، لان الزعل ده فعلا فعلا حقيقي بيؤدي للامراض. ناس كتير جدا شفتها سليمه جدا وبسبب موقف سيء في حياتهم جاله سكر مثلا. لما فهمت الموضوع فبقيت اعتبر ان المهاره بتاعت مواجهه الفشل دي مهاره مهمه جدا لازم تتعلمها. اعتبرها حاجه في حياتك لازم تتدرب عليها. ولو انت من النوع اللي بيزعل قوي، اعرف ان انت رايح في سكه مش كويسه. وبس كده. يا رب يكون عجبكم فيديو النهارده واستفدتوا منه. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.